يقول يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم. ديوان الشافعي وحكمه، أو شعر الشافعي. جهود كثيرة بذلت في خدمة ديوان الشافعي وكتبه، وكل باحث له سمة خاصة، ولكل مجتهد نص. هو محمد بن إدريس بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في غزة بفلسطين، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين، ودفن بالقاهرة وقبره ظاهر بالقاهرة يزار. كان من أحزق الرماة في قريش، برع في اللغة والشعر وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وكان مفرط الذكاء، أفتى وهو ابن 20. قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه، وذلك لأنه ترك لنا آثارا علمية تدل على ذلك، منها الأم في 7 مجلدات، والمسند والرسالة واختلاف الحديث وأدب القاضي وفضائل القريش والسنن. قالوا في الشافعي: كلامه لغة يحتج بها. وهذا كلام ابن هشام. نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، لسانه ينصر الدر الجاحظ. صححت شعر هزيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الأصمعي. سئل رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. ذلك محمد بن إدريس الشافعي. لا توجد مخطوطة تضم شعر الشافعي من صنعة أحد الذين جمعوا لنا الشعر في القرنين الثاني والثالث، الذي وصلنا أبيات من الشعر منثور في بطون كتب التراجم التي ترجمت للأعلام في عصر الشافعي. والملاحظ أن هذه الأشعار موجزة يستشهد بها المؤلف أو يذكرها في معرض قصة طريفة من لطائف الفتوى. اختلاف الروايات لبعض المقطوعات من مصدر لآخر من حيث عدد الأبيات وترتيبها واختلاف الألفاظ. وأول من جمع شعر الشافعي في كتاب مستقل أحمد العجمي 1622، متوفى سنة 1622 هجرية، وسمى عمله نتيجة الأفكار فيما يعزى إلى الإمام الشافعي من أشعار. ولنقف عند عنوان العجمي، إذ قوله يعزى يوحي بهذا عدم صحة الإشعار للإمام التي نسبت للإمام، ويستقرئ بعض الأشعار التي نسبت للإمام يجد أنها نسبت له، ومن يستقرئ هذه الأشعار يجد لها أنها نسبت له وللإمام علي، وهناك أشعار معزوة للشافعي والأصمعي. والذي يقال في مثل هذه الظاهرة هو أن الإمام الشافعي قد تكلم أو أنشد هذه الأشعار في موقف ما، وأخذها تلامذته على أنها من شعره وما هي إلا له، وإنما يكون قد تمثل هذا البيت من الشعر أو روى قصة شعرية ونحو ذلك. ثم جاء بعد العجمي محمد مصطفى الشاذلي، وهو موظف بدار الكتب المصرية، واختار من نتيجة الأفكار أشعارا جعلها في كتاب سماه الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس، طبع في مصر 1321. الشاذلي اختار ما صحت عنده من أشعار نسبت للشافعي. ثم ظهر ديوان الشافعي من جامع محمد إبراهيم هيبة عام 1329، وطبع في مصر. وقد ذكر هيبة في المقدمة أنه جمع أشعار الشافعي من بطون الكتب. وبعد ذلك بدأت المطابع تتسابق في طبع ديوان الشافعي أو تصويره. معظمها يفتقر إلى بعض الضبط الصحيح. والمراد من الشعر الشافعي الكتابان اللذان ضما بعض شعر الشافعي: الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس،
كتب التراجم: آداب الشافعي ومناقبه، مناقب الشافعي للبيهقي، مناقب الشافعي للفخر الرازي، مناقب الشافعي المناوي. وهذه الكتب ترجمت للإمام الشافعي، وهي المصادر الأولى لشعره. في العصر الحديث كتب تحدثت عن سيرة الشافعي، منها تاريخ الإمام الشافعي لحسين الرفاعي، والإمام الشافعي لمصطفى عبد الرزاق، والشافعي للشيخ محمد أبو زهرة. كتب التراجم: الأسماء واللغات للنووي، وطبقات الشافعية للسكي والأسنوي، ومعجم البلدان، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي، ووفيات الأعيان لابن خلكان. كتب عامة مثل الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، والبيان والتبيين للجاحظ، وظاهر الآداب الحصري القيرواني، والعقد الفريدة لابن عبد ربه. والملامح الأساسية لشعر الشافعي هو الأسلوب. كما يقولون في النقد الأدبي: من عرف أسلوب الشافعي وذلك بتأمل حكمه وأقواله وديباجات كتبه، تكون لديه ملكة يستطيع خلال أن يحكم بأن هذا الشعر للشافعي أو لا. فالبيت الذي لا يتعارض مع الشرع نقطع بعدم صحته الإمام الشافعي: كثرة الحكم في شعره، خلوه من المدح والهجاء، قلة الصور الفنية الشعرية وشعره، وصوره أشبه ما يكون بشعر الفقهاء، قلة الوصف، الطبع والعضوية، وخلوه من الغزل والنسيب.